السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ هنعمل معاكم النهارده مطبخ حلو حادق، الكشري الاسكندراني. معانا هنا في المقادير بتاعتنا. معانا كيلو الا ربع رز، على ربع كيلو عدس اصفر، ومعانا بهارات 7 بهارات، معانا كمون، فلفل اسمر، ملح، ومعانا توم للصلصة بتاعته، ومعانا طماطم مضروبة في الكبة او في الخلاط. ماشي يا حبايبي، طريقته سهلة جدا. بننزل بشوية زيت في الحلة على النار. طبعا بنعمل الصلصة الأول، وبننزل بشوية التوم اللي احنا نعمناهم أو فرمناهم، حبة توم حلوين كده زي صلصة الكشري بالظبط. بنحمر التومية كده لحد ما تبتدي تخش على لون ذهبي كده. حاطين طبعا 7 بهارات: كمون، فلفل أسمر، ملح. ماشي يا حبايبي، دي التوابل بتاع الصلصة. نزلنا بالطماطم اول ما التومية ابتدت تخش على صفار كده، نزلنا بالطماطم بتاعتنا. طبعا الصلصة جنبيه بتبقى تحفة يا جماعة، جنب الكشري ده تبقى تحفة. وفي ناس بتعمل جنبه بيض مسلوق، بطاطس محمرة. طبعا انا بنستكفى حتى بالصلصة بس، كفاية حتى لو مفيش بيض ولا حاجة، هو كده كفاية اوي. بس بنحاول نكتر العدس مع اكتر يعني، او نخلي النسبة ما بين الرز والعدس واحدة، فبيبقى طعمه جميل. معانا اهو 7 بهارات: فلفل اسمر، شوية كمون، ومعانا ملح. دي للصلصة بتاعت الايه، الكشري الاسكندراني ده. بنسيب بقى الصلصة تتسبك كده على النار، وبعد كده هنروح بقى نشوف نعمل الكشري ازاي. ماشي، برضو حطينا حلة على النار، شوية زيت. ماشي، طبعا كنا غاسلينه ومصفينه كويس جدا. اول ما يبتدي الزيت يسخن معانا، طبعا زمان الزيت دلوقتي سخن، هننزل بالرز بالعدس في الحلة. حضراتكم شايفين ان نسبة العدس كتيرة ليه؟ عشان بيطعمه، بتخليه طعمه تحفة يا جماعة، ما تقللوش. يعني حتى لو هتعملوا كيلو الا ربع رز، حاولوا تحطوا نص كيلو عدس عليه، او كيلو رز وعليه نص عدس، نص كيلو رز عليه ربع عدس اصفر. ماشي، طبعا بنشوحه شوية مع الزيت عشان تبقى الحباية مفلفلة كده وجميلة. وفي ناس بتقلله بصلاية، بس طبعا كده بيبقى اخف بكتير وبيبقى طعمه حلو برضو. عاوزين تقللوا بصلاية وتنزلوا بالرز والعدس والمية عادي، مفيش مشاكل. يعني ايه، معاكم الطريقتين. ماشي، بنتنينا نقلب شوية، بنزلنا بشوية فلفل اسمر كده، وهننزل بالملح. الفلفل الاسمر بيديله طعم حلو. نحط فلفل اسمر بس ومعلقتين ملح. بنقلب برضو. طبعا التقليب ده بيغلف الرزاية والعدس عشان يبقى مفلفل معانا، تبقى أكلة جميلة جدا وموفرة ومش واقتصادية في نفس الوقت. عاوزين بقى تعملوا جنبه بيض، بطاطس محمرة، بيبقى تحفة برضو. طبعا انا استكفيت بالصلصة. جنبيه بعمل الصلصة بتاع الكشري دي جنبيه على طول، تاخدوا من الصلصة وتحطوا عليه وتاكلوا، بيبقى تحفة يا جماعة، وجربوه بالطريقة دي. في ناس كتير ما بتعملش الصلصة جنبه، وبكتفي بالبيض وبالبطاطس المحمرة. طبعا نزلنا كده بقى بالمية بعد ما تشوح مع الزيت. نزلنا بمقدار المية برضو زي عقلة الصباع، نفس مقدار الرز العادي المصري. ماشي، مقدار عقلة صباع، وما نزودش عشان بالذات الرز ده يعني لو زودنا مية مع العدس بيطلع نشا، بيعجن. فهو يعني ايه، عقلة الصباع بالظبط، مزودش عن كده. اول ما يبتدي يغلي بنوطي النار خالص عليه، وبعد كده نشوف سواه وبنقدمه، وبألف هنا وشفا. بنغطيه بقى ونسيبه اول ما يغلي غلوة واحدة او غلوتين كده، بنوطي النار خالص زي الرز العادي.
كنت بظبط برضو المية. بصوا بوريكم ان هو لحد علة الصباع. طبعا ظبطنا الملح بتاعه. طبعا انتوا بتعملوا الكمية اللي عجباكوا. بصوا هو كده كده اتشرب خالص اهو. هنوطي برضو النار خالص عليه، وانا بوريكم ان انا موطيه النار خالص اهو، شمعة. وكده كنا قدمناه، وحطينا حواليه بصل من اللي هو المقرمش ده بتاع الكشري. وبألف هنا وشيف على